السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة حسام يسري. معانا فيديو جديد، مقارنة جديدة. هنقارن النهاردة بين مطعمين مختلفين، مطعم فهيد ومطعم بيت العز. زي ما تعودنا من الفيديو اللي فات، هنقارن على 5 حاجات: الوقت اللي الأوردر اتكون فيه، سعر الأوردر، التغليف والمكونات، ويوجد خدمة توصيل في المطعم ولا لأ. يلا بينا دلوقتي هنبدأ بمطعم فهيد، نشوف المكونات بتاعته ايه. أول حاجة علبة شوربة ومعاها ليمونة مقسومة نصين، معلقة للشوربة، مخلل، طبق سلطة، طبق مكرونة، علبتين طحينة، ربع مشكل، ومعاه 3 رغيفة عيش. هي دي المكونات اللي جايه لنا مع الربع مشكل. هنفتح دلوقتي الحاجة ونبدأ نشوفها. بسم الله. هنبدأ طبعا بالشوربة. طبعا زي ما انتم عارفين فهيد مميز بالشوربة بتاعته. وعاوز اقول لكم على حاجة برضو، لما رحنا هناك نجيب الاوردر قدموا لنا فنجانين بتوع الشوربة. طبعا الناس كلها عارفة الشوربة بتاع فهيد. بسم الله. ممتازة ممتازة، الشوربة بتاعت لحمة. هندوق دلوقتي المكرونة. بسم الله. بص، هم حاطين عليها شبت ولحمة مفرومة. تمام. عارف مستوية خالص، بس كان ناقصها يزيد عليها شوية صلصة بس، يعني تبان لونها أحمر أكتر من كده. ممتازة، واللحمة المفرومة والشبت عاملين فيها طعم جميل خالص خالص يعني. دلوقتي هنفتح الربع. بسم الله. 4 جاي معاه 4 رغيف عيش. بسم الله. بص، الربع متكون من 3 صوابع كفتة و3 كباب. هنجرب بقى ندوق دلوقتي. هنبدأ طبعا بالكفتة. ده الصابع. بسم الله. نسبة الدهون باينة فيها. تمام، والبصل برضه. الريحة بتاع الفحم ظاهرة فيها خالص، ممتازة. لا، ممتاز، الكفتة بتاعتهم ممتازة خالص. هنجرب دلوقتي الكباب. بسم الله. جامدة شوية، كانت محتاجة سوا بس شوية صغيرين. بس الكباب بتاعهم ممتاز. فهيد معروف يعني الأكل بتاعه كويس، بس كان الكباب بتاعه محتاج سوا بس شوية كمان. دلوقتي هنشوف المطعم بتاع بيت العز والمكونات بتاعته. بسم الله. علبتين طحينة. دي الربع موجود هنا. طبق مكرونة. طبق سلطة. طبق سلطة تاني.
مخلل، طبق شعرية بالسكر، أنا بحب دي خالص. العيش جايبينه منفصل، جايبينه في كيس. والشوربة والمعلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنجرب الشوربة بتاع بيت العز. بسم الله. الغطا بتاع العلبة اتكسر مننا. معلقة. بيت العز مقدم لنا الشوربة اللي هي الشوربة بتاع لسان العصفور والمكرونة والخضار، شوربة خضار. تمام. فهيد كان عم مقدم لنا الشوربة بتاع اللحم. بسم الله. ممتازة جدا طبعا، لسان العصفور مستوى كويس والشوربة ممتازة خالص. بس فهيد كان مقدم لنا الشوربة بتاع اللحم. تمام. هنقفل الشوربة. نجيبها هنا. طبق المكرونة المرة دي اللحمة المفرومة ظاهرة أكتر من محل مطعم فهيد. بص، في قطعتين صغيرين خالص. تمام. كده. بسم الله. طعم الطماطم ظاهر خالص في المكرونة بتاع مطعم بيت العز. بس المكرونة بتاعته عجبتني أكتر من مطعم فهيد. سيب دلوقتي المكرونة. هنشوف بقى دلوقتي ربع المشكل. دي الكبدانة. ده الربع بتاع بيت العز. نفس نظام فهيد بالظبط، كان 3 صوابع كفتة، 3 صوابع كباب، بس المرة دي بدل القطعة الرابعة بتاع الكباب حاطين لنا القطعة بتاع الكبدة. تمام. هنشوف دلوقتي الكفتة. الكفتة بتاع فهيد كانت شكلها أغمق من دي، يعني دي شكلها فاتح، مش عارف دي لسه ما استوتش ولا لأ. شايف؟ بسم الله. ريحة الفحم هنا قليلة شوية. تمام، يعني مش ملحوظة قوي. ونسبة الدهون واضحة خالص خالص يعني. هندوق دلوقتي الكباب. بص ده شكله. الكباب بتاعهم ممتاز خالص، لا مستوي كويس وممتاز خالص خالص يعني. دي الكبدة. ممتازة الكبدة بتاعتهم ممتازة. بص ده المخلل اللي كان جاي معاه. طبق سلطة. طبق سلطة تاني. ده كيس العيش.
الشعري. ممتازة، شعرية ممتازة. هنتكلم دلوقتي عن الأسعار. ربع مشكل في مطعم فريد كان سعره 170 جنيه. كان في ملحوظة بس كنت عاوز أتكلم عليها، وإحنا موجودين هناك في المطعم قدموا لنا مرقين بتوع الشوربة بتاعت اللحمة، كانت ممتازين خالص يعني. الربع مشكل في مطعم بيت العز كان سعره 165 جنيه. التجربة كانت كويسة خالص، أتمنى الناس تجربها. الشعرية بتاعت بيت العز كانت ممتازة. تمام. ان شاء الله انتظرونا في فيديو جديد، حلقة جديدة ومقارنة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.